طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة يا جماعة الجزء التاني خلال دقايق برضه اللي هو التريتمنت أو الميديكيشنز أو الروشتة اللي احنا بنكتبها. شوفوا يا جماعة احنا عندنا في جروبات كتير جدا بتعالج موضوع نocturnal enuresis اللي موجود في معظم المراجع واللي موجود في معظم الجايد لاينز والأساسي في معظم دول العالم اللي هو الديسموبريسين اللي هو المينيرين. المينيرين زي ما احنا قلنا أمس في المحاضرة بتاعت الديفريشن دايجنوزس في مشكلتين. المشكلة الأولانية طبعا إن هو اكسبنسيف، هو أغلاهم سعرا. المشكلة التانية هو الانتكاسة في حالات كتير بعد ما بتوقف العلاج، تمام، ولكن مش هنقول كتير، في بعض الحالات اللي بتوقف العلاج صراحة مش هنقول كتير يعني. المينرين احنا عندنا في منه النيزل سبراي. نيزل سبراي يعني عن طريق ان هو يحصل ابسوربشن عن طريق النوز، تمام، فهو بخاخ بالفهم، ده علاج تبول الليلي. الدكتور مش بتلخبط ولا حاجة، مش علاج الرجيك راينايتس ولا حاجة، تمام. وفي منه التابلت. احنا عندنا الاسم التجاري بتاعه اللي هو المينرين 10 مايكرو جرام. ده سعره من فترة، لما كنت بجمع الأسعار للكورس، بحب دايما في الكورسات أحط أسعار الأدوية، كان 115 جنيه، معرفش زاد ولا لأ. تمام. بنبدأ بجرعة بختين في كل فتحة أنف قبل الأكل بنص، سوري، قبل النوم بنص ساعة أو ساعة. جرعة بختين في كل فتحة أنف قبل النوم بنص ساعة أو ساعة. أقصى جرعة 4 بخات من تركيز اللي هو ال10. أقصى جرعة 4 بخات من تركيز 10، يعني بختين هنا وبختين هنا. تمام كده. طيب، النقطة التانية، في عندي الأقراص اللي هي 1/10 مللي جرام و2/10 مللي جرام. لو هبدأ بالأقراص تمام كده ببدأ ب2/10 مللي جرام قبل النوم بنص ساعة لساعة، ولو الاستجابة ضعيفة هزود ل4/10 بحد أقصى 6/10. يعني لو أنا شغال بالأقراص اللي هي 2/10 مللي جرام، حد أقصى 3 أقراص، حد أقصى 3 أقراص. طيب أنا دلوقتي هجيب سيرة أدوية تانية. السؤال هنا رقم واحد، امتى ابدا بمونوثيرابي وامتى ابدا بكومباينيشن؟ الطبيعي ان احنا هنبدا بمونوثيرابي، الا الا لو الطفل بالفعل شغال على مونوثيرابي بقاله فتره ومفيش تحسن كافي ووصلت للماكسيمم دوز. رقم اتنين، ان الطفل جاي لي من الاول خالص ومجرب النوع ده ومجرب النوع ده ومجرب النوع ده ومعظم الادويه مش جايبه معاه نتيجه، فانا الصراحه هبدا معاه بكومباينيشن. تمام كده. فبالتالي احنا مبدئيا في معظم الاحوال الصراحه بنبدا بالكومباينيشن، الا لو الحاله ايه، مره مرتين في الاسبوع وكل فتره طويله، فاحنا الصراحه والموضوع مزعج خصوصا في فتره الشتاء عند الاطفال، فساعات بنبدا بالمونوثيرابي. ماشي كده. لكن لما بلاقي الطفل شبه يوميا الدنيا ان كنترولد والموضوع مزعج جدا ان براكتس، الصراحه احنا بنبدا بالكومباينيشن. وهقول لك الكومباينيشن بس هكلمك عن كل دواء لوحده. اتكلمنا عن الديسمو بريزنت في الاول، بعد كده دلوقتي هتكلم على ايميبرامين، وده تراي سايكليك انتي ديبريسنت. في منه في السوق ال10 مللي جرام وال25 مللي جرام، طبعا ده الارخص. كأي تراسايكل انتي ديبريسنت ممكن يعمل كونستيبيشن بس مش شرط، ممكن يعمل دراي ماوس بس مش شرط، ممكن يخلي الطفل نايم شوية وجسمه سايب شوية، وده مش بنشوفه كتير الحمد لله مع الأطفال. تمام. ببدأ ب10 مللي جرام. تمام كده. غالبا الطفل لما يكون في البداية ببدأ 10 مللي جرام. الأطفال الكبار اللي هم وزنهم فوق 35 كيلو أو فوق ال10 سنين وكده غالبا بنبدأ ب25 مللي جرام، أو براحتك حابب تبدأ ب10 مللي جرام بعد أسبوعين مفيش الاستجابة الكافية بتزود ل25. ركز معايا، أنا إمتى بزود وإمتى في استجابة كافية ومش استجابة كافية؟ استجابة كافية يعني طفل كان كل يوم يوميا بيبلي فراشه تقريبا، لقينا ايه، لا ده هو بعد ما خد العلاج مثلا لقينا لا ده الموضوع مرة في الأسبوع، مرتين، علما إنه كان كل يوم، فده بالنسبة لي تحسن كافي. المتابعة 10 أيام أسبوعين. يعني إيه 10 أيام أسبوعين؟ يعني ما تكتبش العلاج النهاردة والأب والأم يكلموك بعديها بيومين يا دكتور إحنا العلاج مش جايب نتيجة، لا، لازم أصبر على الأقل 10 أيام لأسبوعين. لازم هزود جرعة هقلل جرعة، ما احكمش قبل 10 أيام أسبوعين. وطبعا متوسط الكورس بتاعي من 3 ل6 شهور عشان ما ننساش نقول الحتة دي. يعني ما ايه الأخبار، لا الحمد لله تمام، بقالنا أسبوعين على العلاج أو شهر الدنيا اتحسنت، خلاص بقى نبتدي ايه نسحب العلاج، لا، لازم تكمل من 3 ل6 شهور عشان ما يحصلش انتكاسة. لازم من 3 ل6 شهور عشان ما يحصلش انتكاسة. تمام. فهنتكلم على الكومباينيشن كمان شوية، بس لازم عشان اتكلم على الكومباينيشن لازم ابقى عارف الحاجات كل دواء لوحده يعني. فالإيميبرامين ده في منه 10 وفي منه 25، عادة ببدأ بتركيز 10، وبعد أسبوعين لو النتيجة تمام تمام مش تمام هزود ل25.
تجنبا برضو ان انا كل ما بزود بالتدريج كل ما السايد افكت بيكون اقل. تمام. الجرعة القصوى مسموح لحد من 1 ل2 مللي جرام بالكي جي، يعني مسموح لحد من وزن الطفل لضعف وزنه. يعني بس عامة الصراحة مش بنوصل للجرعة دي، بس أنا بقول لك إن موجود في المراجع. عادة في الأطفال ما بنزودش عن 25، في الأطفال الكبار أوي اللي هم فوق ال12 سنة، أو الأطفال الأوبيس اللي هم وزنهم 40 و45 كيلو، تمام كده، ساعات بنوصل ل50. بس الصراحة القاعدة عندنا إن أنا أدي كومباينيشن من نوعين مختلفين شغالين باتنين ميكانيزم مختلف، هما بيكونوا أكثر فعالية وأقل من السايد إفكت، زي ما قلنا في ورشة الضغط اللي انتوا فاكرين، إن أنا أدي نوعين مختلفين بجرعات قليلة بيكونوا أكثر فعالية و أقل في السايد إفكت من إن أنا أدي هاي دوز من نوع واحد. تمام. فإحنا عادة الصراحة ما بنزودش عن 25، وهقول لك الروشتة كمان شوية عشان ما أطولش عليك. عندي النوع التالت اللي هو اليوريبين. عندي النوع التالت اللي هو اليوريبين. بصوا يا جماعة، القاعدة في الكومباينيشن معظم، عشان احنا التسجيل دخل معانا في 6 دقايق مش عاوز اطول عليكم، معظم شغلنا في حالات النكتورين انيوريزس، وانا بتكلم على تجربتي الشخصية في التعامل مع فضل ده حالات كتير، ان احنا لو البيشنت بيقدر ان هو يدفع والدنيا تمام، بنشتغل معاه بالمينيرين بالجرعات اللي احنا قلناها مع الإيميبرامين. تمام كده، بلاقي الدنيا تمام وزي الفل. تمام. في مدرسة تانية ان لا يا دكتور العلاج غالي، لا العلاج مش متوفر، لا صعب ان احنا نلتزم على طول. في نوع تاني بنشتغل بيه اللي هو يوري كنترول. يوري كنترول ده موجود منه في السوق المصري تركيز 2 مللي جرام، وموجود منه تركيز 4 مللي جرام. عادة في الأطفال بنبدأ بيه تركيز 2 مللي جرام مع الإيميبرامين اللي هو 10 ل 25. وعادة لو الطفل كبير شوية وزنه مثلا فوق 30 كيلو ولا حاجة، أو 35 كيلو، أو فوق ال 12 سنة، بنبدأ إيميبرامين 25 مرة واحدة. معظم الحالات، عشان ألخص لكم القصة اللي أنا شخصيا كنت بشتغل بيها، وكتير من أساتذتنا بتوع المسالك اتعلمت منهم الكلام ده، والصراحة احنا دايما بنقول الكلام ده حتى في الكورسات، مش عيب انك تبدأ مقلد، بس طبعا طبقا لأساس علمي، وبعد كده بتحط التاتشات بتاعتك، انك بيكون في حد من الدكاترة اللي انت تتعلم منهم بيشتغل بمدرسة معينة او ببراندات او اسماء تجارية معينة، مع في الاول بتقلده، ومع الوقت بتلاقي النتيجة تمام، مع الوقت بتكمل او بتحط التاتش بتاعك لما انت مع الوقت تتعلم اكتر. فانا الصراحة معظم شغلي كان باليوري كنترول 2 مللي جرام قبل النوم بنص ساعة مع الإبرامين 25. بفضل الله النتائج بتبقى ممتازة جدا جدا جدا. تمام. وهنزل لكم برضو صورة الروشتة اللي أنا كنت رافعها في ملزمة الديفريشن دايجنوزس، كنت منزلها برضو في كورس العيادة 2 تقريبا، هنزلها لكم زي ما هي. في كذا كومباينيشن. فاحنا إما بنبدأ بالإيميبرامين لوحده، وطبعا احنا جاوبنا امتى نبدأ بالمونوثيرابي، امتى كومباينيشن. ولو هدي كومباينيشن إيميبرامين مع المينيرين، سوري بيبدأ بالمينيرين، ولو هدي وهعمل كومباينيشن هبدأ بالمينيرين مع الإيميبرامين. أو مدرسة تانية وأنا متبنيها أكتر الصراحة بدي اليوري كنترول مع الإيميبرامين. وفي مدرسة تالتة وإن كنت مش بشتغل بيها كتير، مش بقول إن هي وحشة، بس أنا بقول لك ماي إكسبيرينس، اللي هو اليوريبان مع الإيميبرامين. وينفع المينيرين مع اليوريبان؟ هقول لك مفيش مشكلة، واتكلمنا امتى ندي ده وامتى ندي ده. وعشان ما اطولش عليكم هنزل لكم ان شاء الله آه الجرعات او صورة روشتة على القناة. جزاكم الله خير حسن الاستماع، لا تنسونا من صالح دعائكم.